الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده طريقه مفتكسه جدا للبيض بالبسطرمه. انا هقول على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا معلقه زبده كبيره هنزل فيها قطع البسطرمه اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده. طبعا الكميه تقديريه، هسيبها بس كده تاخد تشويحه بسيطه. اول ما البسطرمه تتشوح هنزل بقى بكميه البيض اللي انا عاملاها مسلوق. ايوه ما تستغربوش، مسلوق مش مقلي، هي دي الطريقه المفتكسه. هسيبهم بس يتحرمشوا كده من كل الجوانب عشان يبقى مدحرج في الصينيه. عندما البيض يتحرمش هشيل بس البسطرمه كده عشان ما تتحرقش معايا قوي. هو المفروض تحط القشر بتاع البسطرمه، بس انا طبعا عاملاها الاقتصاديه فملهاش قشره. هسيب بقى البيض ياخد لون. البيض خد لون تمام، هنشيله بقى من الطاسه وهقطعه طرنشات كده. في نفس الطاسه هنزل بمعلقه صغيره صلصه وهفككها بسيكه خل. هرش كده رشه بابريكا صغيره وكمان حوالي معلقه ميه كبيره عشان بس نفكك الصلصه مع الخل. وعند بقى ما يكملوا غلي ننزل بقى بكميه بسطرمه تانيين غير الاولانيين اللي احنا عملناهم، برضو كده يتشوحوا شويه في الصلصه دقيقتين ونطفي عليهم. انا قطعت البيض كده طرنشات، بس خلوا بالكم عشان ممكن يفرول منكم. خطوه التقطيع دي اختياريه، لو مش عارفين تقطعوه ممكن تسيبوه كده. هنصب عليه بقى الصلصه وحطيت رشه ملح وفلفل اسود على البيض. نزينه بقى كده برشة بقدونس بسيطة. عايزة اقول لكم طعمه وريحته قلب المكان، بجد تحفة. جربوا الطريقة دي وسيبوا لي كومنت قولوا رايكم فيها ايه. وما تنسوش ترفعوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هشوفكم في وصفات تانية جديدة.